يا راجل خلي عندك دم يا راجل. يا راجل لا إله إلا الله. ما فيش احساس، ما فيش احساس. صباح الفل عم شوقي. ايه يا ابو حميد؟ ايه يا عماد؟ ايه امال هو سعيد ولد عمي لسه ما خلصش الشغل ياك بتاع الجبس ده؟ لا هانت ان شاء الله اخر يوم الهرب. هي الحته دي مش متظبطه ولا انا بيتهيأ لي؟ واد عمك طبيعي نعمات. المهم يا حبيبي، عايز 1000 جنيه بتاع السيراميك يا اخي عشان نخلص شغل كده، عايزين ندي عقاب حساب. بتاع السيراميك خلص؟ لا حاضر، ده مال الناس كالناس يا راجل برضو. بالضبط. تديهم بسرعه لبتاع السيراميك ما تتاخرش عليه. معلش طلب ثاني. ايه يا حبيبي؟ بتاع الكهرباء برضه شطب وعايزين 1000 ثاني. بتاع الكهرباء شطب برضو. تفضل. اخر 1000 بقى للسباك عارضين عشان نصفي الحسابات. خلص برضو. خير ربنا كثير يا الحمد خير لله. ربنا كثير. خذ تحاسب لي الصنايعيه كلها، ما تمام كده، تخليش تمام. صنايعي. انما سعيد راجل قريب هيتحملني. منك ليه عاد براحتك. هو قريب من هنا ولا فين؟ في الحته اللي ورا دي شغال. اخر يوم بيقول مش عارف. يا مسهل. بديها بص عليه. تعال. وعلى مين على مين يا قلب اللومة، بقيت تداوي علهم، زودت همك على هم، عليك ولا عليهم يا قلب اللومة. على مين صلاة النبي عليك والله. اللهم صل عليه. والله صلاة النبي عليك يا مقاوي. ايه يا عم ولد عمي، ايه اخبارك يا قريب؟ ايه اخبارك؟ لا وشغلك نظيف والله، بس يا اخي الحتة اللي هناك دي كنت عايزك تظبطها كويس، يعني ما عرفش هي هافت منك. تعال اظبطها لك. يعني ايه؟ اذا كان انت عندك الحيطه فيها لوحه جايه معاي بالملل، ماخذ 3 ساعات عشان اظبطها لك. وانا مش قلت لك تعمل ارتفاع كده شوية يعني يا حق سعيد كده قدامي شوية؟ ايه الارتفاع ده؟ ارتفاع يعني انا شايف سوبر مان هعملها لك، مش على كف طولي، مش تخلي عندك نظر. ربنا يديك يا حق سعيد. لا بس يا ابوي الناس البارد يا ابوي. هي حلوة على يا ولد عمي. المهم اتغديت ولا لسه؟ والله انا من ساعه ما جيت عندك هنا شايف الناس كلها بتاكل وتشرب سجاير والدنيا زي الفل، واد عمك مخليه بطنه لاحسن التراب. مش تستحملني يا قريبي ولا تستحملني؟ استحملك. لا بس والله عجباني الخوذة دي والله حلوة. حلوه الخوذه دي. والله بالصلاة على النبي، لا شغلك حلو يا حق سعيد. ما حقعدك عليها الخوذه دي ان شاء الله. تمام. المهم انت كده شبه خلصت يعني؟ الحمد لله كده تمام يا باشا. خلاص خلاص. الدنيا ها؟ عشان الظروف زي الزفت يعني. ربك يعني خلي يكون لك نظر يعني. ربك يصلح الحال يا ولد عمي. انا ما رضيتش اروح شغل بكره عند حد. اه قلت اخلص لك شغلك انت الاول. لا والله رقيب. والله رقيب. خلاص تمام. تمام. رايح فين؟ بقول لك يعني خلي عندك نظر. ما انا بقول لك رقيل انا لا اسبوع قاعد من الشغل عشان خاطر شغلانتك دي. شاطر. طب ماشي، طب شوف لنا اي حاجه كده عشان البيت. حاجتين اللي وقع في حواجه. حاجتين. مصاريف طاب يا ولد عمي. مصاريف. بقول لك كلك نظر انا. وحياة نظري ما معاي. عشان كده ركبت النظاره بدري. وحياة نظري ما معاي يا شيخ. طب شوف اي حاجه نجيب حتى 10 للعيال. ثم انت قريبي ولد عمي، امال هي يا اخي القربة. ما يعني عشان قريبك ولد عمك هشتغل لله وللوطن يعني. طب ما يعني طب فيه. تستحملني يا حق سعيد معلش. ما انا مستحملك، بقول لك سبت الشغل عشان خاطرك وجيتك. بقول لك وحياة نظري ما معاي يا اخي، وحياة نظري ما معاي فلوس، يعني لو معاي هبخل عليك يعني حق سعيد. لا شوف اي حاجه حتى 10 للعيال. بقول لك ما معيش. انت حسابك كام؟ حساب كام؟ 7000 جنيه. 7000؟ استغفر الله العظيم يا رب عليك. حتى القرايب يا ناس ما بيقوش يصبروا على بعض. خذ 200 جنيه دي ويبقى لك الباقي ان شاء الله هديهولك السنه الجايه. 200 جنيه هعمل بيها. بقول لك وحياة نظري ما معيش. وحياة نظرك؟ ايوه يلا. ما الفلوس الكل الله ده تقول نظرك؟ ما فيش يا سعيد. ده انت بعد النظاره دي مش هتشوف واصل. يلا سلم شغلك ويلا توكل على الله يا ولد عمي. والله ما عامل فيها حاجه ثانيه، حاله زفت غير على ما يشتغل عند القرايب يا راجل. والله العظيم عشنا وشفنا يا اخي. القرايب مش مستحمله بعضها. يعني اديله 200 جنيه بالحساب كمان مش عاجباه ال 200، يقول لي قال مش بديله فلوس. قال يا برودك يا اخي ولا يا برودك. ايه ده يا اخي؟ الله يرحم ايام زمان القرايب كانت تاجي يا حاج والله العظيم من غير فلوس القرايب. مالك كيف بتكلم نفسك؟ يا حاج احمد معلش استحمل. اريد سعيد ولد عمي اللي المفروض يشيلني قال خلص شغله النهارده وبديله 200 جنيه مش عاجباه. هو كام حسابه يعني؟ 7000. والنبي كثيره، كنت اديته 50. 50 ما هتقولي عاد الايام دي الناس اتسعرت ولا اتسعرت. يلا المهم رايقه ايه في؟ والله مبيت محاره والصنايعيين اللي وراه مش راضيين يمشوا غير لما ياخذوا حسابهم. لا ناس غريبه تاخذ الاول دي ناس غريبه تاخذ الاول. بس هم عايزين 3000. تديهم زياده، تديهم تمام. طول ما هم غرب تديهم. تمام. القريب يستحملني.
طب مش هجيب لهم تبس ولا حاجه؟ جيب لهم سجاير وتجيب لهم تبس، خد. لا يبارك لك يا شيخ. الله يخليك. لا يبارك لك. واخر حاجه عشان كده ايه نشطب كده اليوم ما فيش حساب تاني. ايه في؟ معلش يعني الراجل ركب المراوح تحت البيت ده عايز برضه 1000 جنيه. 1000؟ تديله 1200 عشان سجاير، والراجل الدنيا غاليه، خد. ماشي الله ربنا يبارك. ما تبخلش على اي واحد غريب يشتغل عندنا. تمام. اهم حاجه الناس الغرب عشان ايه؟ سمعتنا قدام الناس. حصل والله. مين تاني؟ تاني كده فاضل معانا مين تاني؟ واخر واحد ان شاء الله مش هنقول عليه تاني. الراجل اللي جه ركب لنا الغاز. الغاز مش يستحمل ده؟ لا ده غريب ازاي يستحمل. تديله سجايره كمان. تمام. وخد دي حطها له في ايده وهو ماشي، قول له تفضل يا حاج. طب ما فيش حاجه لي انا؟ ايه يا احمد، ايه يا اخ، خد سجايرك. ماشي ربنا يبارك لك. اهم حاجه يا احمد تبقى صورتنا مظبوطه قدام الناس الغريبه. اما الناس القريبه دي تخليهم يستنوا. متى جاي؟ ايه حاجه؟ استنوا يا انت ما مشيتش يا؟ لا ما مشيتش، كنت قاعد الم لك الكراكيب بتاعت الشقه. ايوه بس انت طريق واد عم معفن وبارد. ليه؟ والجلاخه من على جسمك مش عارف نزله. ايه في يا حاج سعيد؟ 200 جنيه ورحت اشتري بيها كيلو لحمه قال لي ب 230. يعني ال 200 جنيه بتاعتك دي ما لهاش اي 30 لازمه. تبغى تقطع نعمه ربنا؟ تمام. خد دي. لا اله الا الله. ولكنها على جنب. مش تستنانا شويه؟ مش انت قريبي برضه تستحملني يا حاج سعيد؟ ما فيش قرايبه بقول لك. أيوة. هتقول لي قريبي واد عمي واد خالي ما اعرفكش. ال 7000 جنيه ينطح ده مديله 200 جنيه للسجاير. يا ابوي ما ده شاء الله يا مداني شيخ. للاكل والشرب بتاعت العيال. عشان الناس غريبه. هي الخزه بتاعت عدمان الدم. عشان الناس غريبه. ناس غريبه. ناس غريبه تستحملنا. يعني الناس الغريبه ابدا مني. الناس الغريبه هتجرسنا. الناس الغريبه ابدا من عيالي في البيت. يا راجل خلي عندك دم يا راجل. يا راجل لا اله الا الله. ما فيش احساس. وين الاحساس راح؟ انت كويس يا حاج؟ وحياة نظري بتشوف نظري ولا انت مش نظام؟ هخليك تشوف بيتان انا. ليه بقيت 2 كام؟ ده حيبقى 10 ضلع. حيبقى 10. خلاص يا حاج. حيبقى 10. استهدى بالله. خلاص ايه؟ استهدى. ولا تعرف واد عمك ولا واد استهدى خالك بالله. ايه. اقعد ساكت ولا تعرف ظروف الناس ايه. خلي عندكم دم. والفلوس دي الفلوس وشويه تجيب لي باقي الفلوس وتجيني. يلا غور يا بوي راسي ورمني والله. خدت لك واحده انت برضه. انا حاسس نفسي جاني انفجار كده مش شايف. بس خلي بالك احنا المفروض كان ادينا برضه قريبنا يا اخي، وهي شغل الخزن اللي انا فيه ده يا اخي. خد يا سعيد، خد الفلوس وطفش يا سعيد. شوف لي دكتور بتاع ارتجاج.